كم مرة حسيت إنك مطلوب منك تعمل حاجة صعبة، تطلع من راحتك، تتحدى خوفك، تواجه مشقة، وتقول لنفسك هو لازم؟ مش كفاية اللي أنا فيه؟ لكن لما الطلب ده يكون من ربنا تعمل إيه؟ كانت السنة التاسعة من الهجرة، حر لا يحتمل، والمسلمين لسه خارجين من أزمات، تعب، فقر، وقلة ذات. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج لغزوة في أصعب توقيت إلى تبوك على بعد 700 كيلو متر. الناس انقسمت، في اللي صدق وخرج وهو شايف الهلاك بعينه، وفي اللي بدأ يتهرب ويختلق الأعذار. وكانت دي واحدة من أصعب اختبارات الإيمان في السيرة كلها. الإيمان مش في الكلام، الإيمان الحقيقي يظهر لما ربنا يطلبك في وقت صعب، لما تكون مجهد ومكسور لكنه سبحانه يقول لك قوم امشي في سبيلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. ناس زي عثمان جهزت جيش كامل، وناس تانية قالوا لا تنفروا في الحر، فربنا رد عليهم: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. 3 من الصحابة تخلفوا بلا عذر، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ما كذبوش، قالوا ما عندنا من عذر. فتحملت قلوبهم 50 يوم من العزلة حتى تاب الله عليهم. تخيل الشعور ده، تبقى مؤمن وتحس إنك وحدك، بسكوت الناس مش غضب النبي وبس، وإنما صمت السماء. غزوة تبوك مش مجرد غزوة، دي درس مفتوح لكل واحد فينا. لما ربنا يختبرك في صحتك، مالك، تعبك، ظروفك، هل هتتهرب ولا هتقول سمعنا وأطعنا؟ لو انت في عز وجعك وقررت تطيع ربك، فاعرف انك ماشي في طريق الصحابة، طريق اللي ربنا قال عنهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. مش لازم تروح تبوك، لكن لازم تمشي طريق الإيمان حتى لو كان صعب، لأن الجنة مش للكسالى، الجنة للناس اللي قاموا رغم كل شيء ومشوا.